السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. وجالنا سؤال في الكومنتات بيسأل عن أفضل نوع مية معدنية. الفيديو ده عشان أجاوب فيه على السؤال ده، وانتوا كمان لو عندكم أي سؤال اكتبوهولي في الكومنتات، واكتبولي كمان في الكومنتات عايزين نتكلم على إيه إن شاء الله الفيديوهات الجاية أو الحلقات الجاية. المية هي المكون الأساسي في الجسم، وبتشكل من 50 إلى 70% من وزن الجسم. بيوصي خبراء التغذية بشرب من 8 إلى 10 أكواب يوميا من الماء للحفاظ على صحة ورطوبة الجسم. أما عن مصادر المياه العذبة فمنها المياه السطحية زي مية الأنهار ومية الأمطار والمياه الجوفية وتحلية البحار وغيرها. أما عن أنواعها ففي مياه الصنبور أو التاب ووتر اللي هي مية الحنفية، والماء العسر أو الهارد ووتر، وده اللي بيحتوي على كمية كبيرة من المعادن وخصوصا الكالسيوم والمغنيسيوم. وكمان في مياه الشرب المعبأة، ودي بيتم معالجتها بالترشيح والأشعة فوق البنفسجية. وفيه الماء المقطر، وفيه بالطبع المياه المعدنية. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ال FDA عرفت المياه المعدنية بأنها أي مياه تحتوي على ما لا يقل عن 250 جزء من المليون أو 250 بارت بالمليون من المواد الصلبة الذائبة. وطبعا المياه المعدنية بيكون مصدرها المياه الجوفية أو مياه الآبار. لما بندخل السوبر ماركت بنلاقي أنواع مياه معدنية كتيرة، وبنبقى محتارين نختار أنه نوع. تعالوا أقول لكم إيه أفضل نوع مياه معدنية ممكن نشتري. أول حاجة، وبغض النظر عن نوع المياه دي أو اسم الشركة المنتجة ليها، لازم نبص على تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية. يعني مثلا عندنا هنا لو جينا شفنا الإزازة دي إنتاج 21/10/2022، الصلاحية بتاعتها أهيت. الصلاحية لمدة 12 شهر، يعني هتنتهي 21/10/2023. يبقى إذن دي تمام. أول حاجة بعملها لما أجي أشتري أي منتج من السوبر ماركت، أول حاجة بعملها إن أبص على تاريخ الإنتاج بتاعها، وبشوف المدة صلاحية قد إيه، وبعد كده بحسب تاريخ الانتهاء وأشوف إذا كانت صالحة ولا لأ. ده مش على المياه المعدنية بس، ده على أي منتج في السوبر ماركت. تاني حاجة، المية لازم تكون صافية ونقية تماما وخالية من أي عقارة. تالت حاجة، بشوف ظروف التخزين. المية المعدنية بتحفظ بعيدا عن الشمس والرطوبة. يعني انت لو رحت سوبر ماركت ولقيته عرض المية المعدنية في الشمس ما تشتريهاش. رابع حاجة، لو قدامك نوعين من المية المعدنية، النوع الأول زي ده كده معبأ في أزاز بلاستيك، والنوع التاني معبأ في أزاز من الزجاج. فالأفضل طبعا إنك تشتري المعبأ في عبوات من الزجاج مش عبوات من البلاستيك. في حاجة اسمها البي اتش أو الرقم الهيدروجيني، وعشان نعرف ايه هو أفضل رقم هيدروجيني للمية فمياه زمزم هي أفضل مياه على الإطلاق. ودي مياه قلوية والبي اتش بتاعتها من 8 إلى 8.4 من 10. يعني كل ما كانت المياه المعدنية اللي عندي قريبة من الرقم ده كل ما كان أفضل. أنا دورت في كل أنواع المياه المعدنية الموجودة وما لقيتش غير نوع واحد بس هو المكتوب عليه البي اتش بتاعته، اللي هي الإزازة دي، وزي ما مكتوب عليها كده بالانسد الكالاين ووتر أو ماء قلوي متوازن، وإن البي اتش بتاعتها من 7.6 من 10 إلى 8. يعني قريبة جدا من ماء زمزم اللي هي 8، ودي إذا ممتازة جدا. المياه المعدنية بتمد الجسم بنسبة من 10 إلى 20% من احتياجه اليومي من الأملاح المعدنية، وده على حسب كمية المياه اللي هتشربها، وكمان على حسب كمية الأملاح المعدنية الموجودة في المياه. أنواع المياه المعدنية بتختلف فيما بينها في نسب الأملاح الذائبة الموجودة فيها، وده على حسب البئر اللي تم استخراج المية منه. يعني مثلا هنلاقي أنواع فيها نسبة الصوديوم عالية وأنواع تانية نسبة الصوديوم فيها أقل. يعني النوع ده مثلا مكتوب عليه إن هو منخفض الصوديوم. هتفرق في إيه نسبة الصوديوم اللي في المية سواء كانت عالية أو كانت منخفضة؟ الناس اللي بتعاني من مشاكل الضغط أو الضغط العالي، والناس اللي عندها مشاكل في الكلى، والناس اللي بتتناول أثناء اليوم وجبات غذائية فيها نسبة أملاح عالية أو صوديوم عالية، وكمان المرضى اللي وصف ليهم بأن هم يمشوا على لو صوديوم دايت أو نظام غذائي قليل في الصوديوم. دول كلهم المفترض إن هم لما يجوا يشربوا مية يشربوا مية لو صوديوم أو الصوديوم بتاعها منخفض. مش بس الصوديوم، كمان الكالسيوم. هتلاقي فيه أنواع مياه معدنية نسبة الكالسيوم فيها قليلة، وأنواع تانية نسبة الكالسيوم فيها عالية. يعني مثلا لو جينا بصينا على النوع ده نشوف المينرال كونتنت، هنلاقي الكالسيوم عندنا 17.6 مللي جرام على اللتر. 17.6 مللي جرام على اللتر. 17.6. شوفنا ده هنلاقيه كام اهوت. الليبل دي نشوف مكتوب عليها ايه. كام الكالسيوم؟ أول واحد خالص 5.2 جزء في المليون أو بارت بالمليون. بالمناسبة هي يعني جزء في المليون هي ملي جرام على اللتر. 5.2.
يعني تقريبا كمية الكالسيوم الموجودة في النوع ده 3 أضعاف كمية الكالسيوم الموجودة في النوع ده. هتفرق في ايه برضو كمية الكالسيوم الموجودة في المية؟ الناس اللي ما بتشربش ألبان أو ما بتاكلش منتجات الألبان زي الجبن والزبادي وغيرها، الحوامل واللي بترضع، السيدات الحوامل واللي بترضع، الناس اللي عندها هشاشة عظام، الناس اللي محتاجة كمية كالسيوم عالية عشان تغطي احتياجاتها اليومية، الأفضل ليهم إن هم يشربوا مية تكون نسبة الكالسيوم فيها أعلى. ده حتى كمان البوتاسيوم والمغنيسيوم بتختلف نسبهم على حسب نوع المية. لو حضرتك بتمارس نوع معين من الرياضة فالأفضل ليك إنك تشرب نوع مية معدنية نسبة البوتاسيوم فيها أعلى. خلاصة الكلام اللي أنا قلته إن أفضل نوع مياه معدنية حضرتك اللي بتحدده حسب احتياجك، مش حسب اسم الشركة أو اسم المنتج. وما يوصي به الأطباء هو التنوع في مصادر المياه المختلفة، يعني حضرتك تشرب مياه من الفلتر وتشرب مياه مغلية وتشرب مياه معدنية، تنوع بين مصادر المياه وتنوع في المصدر الواحد. يعني لو حضرتك هتشرب مياه معدنية وما تشربش غير مياه معدنية يبقى شوية تشرب النوع ده وشوية تغير النوع ده وشوية تغير النوع ده. يعني لو حضرتك معتمد بشكل كلي على المياه المعدنية فيفضل إن كل فترة تغير النوع اللي حضرتك بتشربه. دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة، أتمنى أكون لو استفدتوا من الحلقة ما تنسوش تضغطوا لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة واعملوا سبسكرايب. في الكومنتات عايزين إن شاء الله نتكلم عليه المرة الجاية، واكتبوا لي كمان في الكومنتات إيه أكتر نوع مية معدنية أنتوا بتشربوه. في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.